بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده إن شاء الله أنا عايز أتدبّر معاكم أولو الألباب، عايز أتدبّر معاكم الشخصية دي، شخصية مهمة جدًا، جدًا، جدًا ومحورية في القرآن، وربنا دايمًا بيوجّه للشخصية دي نصايح وتوجيهات معيّنة كلّها عشان يحافظ على الأداء بتاعهم ويحافظ على الدرجة اللي هم فيها، عشان تبقى ضمانة ليهم إن هم يخشوا الجنة، لإن الناس دي مختلفة تمامًا عن الناس الطبيعيين، يعني دول قِلّة أوي، والناس دي ما عندهمش حتّة إن هو عنده خوف وعنده حزن وعنده قلق وكده، الناس دي ما بتفكّرش بمفهوم اللي الناس فاهمة إنه تفكير. يعني الأصوات الداخلية اللي الناس بتفتكر إنها تفكير وأفكار وكده، دي مش أفكار خالص يعني، دي عبارة عن قلق وتوتر وحزن واكتئاب ويأس وإحباط وكده، كلّها عبارة عن مجموعة من المشاعر بتعمل أصوات داخلية، ضغط نفسي عالي جدًا على الإنسان، فطبعًا ما بتدّيش للإنسان اللي من النوعية دي فرصة إن هو يبقى من أولو الألباب. لأن أولو الألباب دول شخصية وعيها عالي، الوعي اللي عندهم فيه حضور، هم ما بيفكّروش بالطريقة الناس بتفكّر بيها، لأ هم بيستحضروا عقلهم يفكّر في أوقات معيّنة، غير كده هم في حالة نفسية وحالة روحية، حالة مختلفة تمامًا عن الناس وكلّها بتبقى حالة داخلية. آآ فخلّيني أكلّمك على الناس دي، الناس دي ربنا وصفهم في القرآن، الناس دي بتفهم، الناس دي عقلها منوّر، الناس دي ما بتتعاملش مع الأمور بسطحية ومركّزين أوي، أوي، أوي مع ربنا، ومع كل شيء يرضي ربنا، لإن هو وصلوا لحاجة معيّنة، هم فهموا الدنيا وفهموا عالم الغيب وفهموا موقعهم فين وعرفوا إن هم رايحين فين. فطبعًا دي بتبقى نعمة وفضل من ربنا يعني إن هو ادّى لهم النعمة دي، وهُم استغلّوا النعمة كويس لمصلحتهم، وابتدوا ياخدوها ويوظّفوها إن هُم يرجعوا بيها لله، في رحلة الرجوع اللي إحنا بنرجعها كل يوم لله دي. ربنا كلّم الناس دي في القرآن 16 مرّة، أمرهم بالتقوى 3 مرّات، وأمرهم بالتفكُّر والتدبُّر والاتعاظ والفهم العميق في 10 آيات، وآية وجّه نظرهم كده إن هم للإبصار في الكون، وفي آيات ربنا اللي حوالينا في السما والأرض، أوكي؟ يعني أهم حاجة ربنا خلّى الناس دي تركّز عليها، قال لهم ركّزوا في الحتّة دي، قال لهم ركّزوا إن أنتم تفهموا وتتعمّقوا، يعني 76% من التوجيهات كانت مُنصَبة على حتّة التركيز، ركّزوا وافهموا وتعقّلوا وفكّروا مش تحفظوا، يعني هو الأمر كان كده ليهم هم، يعني رايحين ناحية اتجهوا ناحية الفهم يا أولو الألباب، اتجهوا ناحية الفهم. آآ طيب الناس دي بقى وصلت للمكانة دي إزاي؟ طبعًا أنا قعدت أدرس بقى الناس دي عملت إيه، يعني لإن ربنا طبعًا لمّا بينوّر لنا على حاجة معيّنة في القرآن وأنت بتتدبّرها في رحلتك في القرآن، فبتقدر تعرف العلامة دي أصلها فين وإيه النُقط اللي أنت ممكن تستخدمها عشان توصل للعلامة دي أو توصل للطريق ده أو توصل للنقطة دي. أوكي، فالقرآن طبعًا لمّا درست الموضوع لقيت إن هم عملوا حوالي 8، 9 حاجات كده الناس دي بتستخدمها في حياتها. أولًا هم فاهمين إن القلب مركز الشعور الداخلي، ده أهم حاجة ولازم يحافظوا عليه، وأنا كنت ذكرت ده في فيديو قبل كده، ففي آية دايمًا بيستخدموها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ودي كانت أهم حاجة هم ركّزوا عليها في بداية طلبهم، إن هم عايزين حماية للقلب من الله مباشرةً عشان يقدروا بقى إيه، يركّزوا في رحلة الدنيا وفي الامتحان اللي هم فيه. آآ
وممكن ترجعوا للفيديو ده هتلاقوه من الفيديوهات اللي نزّلتها من 3، 4 شهور تقريبًا، بتتكلم على الآية دي باستفاضة مع أولو الألباب. تاني حاجة، ذكر الله في قلوبهم هو بيتحرك بصفة مستمرة، ما بيُقفش. الذكر الداخلي، مش ذكر باللسان، مش بالأعداد، لأ، هو ذكر هم في حالة ذكر مستمرة. ربنا بيقول في الآية: "الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلًا سبحانك فقنا عذاب النار." بُص بيعملوا إيه؟ يعني هم الذكر عندهم، بُص ربنا بيقول: "قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم." وصف حالة الذكر بحركة جسد، يعني هم في حركة مستمرة، يعني بغض النظر هم فين وهم بيعملوا إيه، هو الذكر ما بينتهيش، الذكر عندهم ما بينتهيش، يعني هو قاعد، نايم، واقف، بيتحرك، هو في حالة ذكر مستمرة، وطبعًا ده ذكر داخلي عندهم. فطبعًا ده مستوى آخر، يعني هو المستوى الذكر عنده مستوى قلبي. ودي الفكرة بقى، إن ذكر الله في القلب، لإن المفروض القلب ده ما ينفعش حاجة تستقر فيه، الشرك بيبدأ من القلب. فهُم عملوا إيه، هُم طلبوا ربنا لا تزغ قلوبنا، وبعدين ابتدوا يذكروا لمّا ضمنوا إن في حماية للقلب، ابتدوا يعلّوا الذكر بتاعهم بالطريقة دي، اللي هي ربنا وصفها إن الحركة بتاعتهم كلّها حركة ذكر. متخيّل؟ الناس دي بتتحرّك في حركة ذِكر، أنت ممكن ما تاخدش بالك، يعني أنت ممكن الناس دي تبقى حواليك وأنت مش واخد بالك منهم، لإن هو الموضوع هو الناس دي مركّزة جوّه أكتر من برّه، أوكي؟ فحركة الذِكر عندهم مستمرة بالقلب مش باللسان، يعني القلب أعلى، عشان هم مركّزين إلا من أتى الله بقلب سليم. تالت حاجة، بيخافوا من ربنا أوي، بيخافوا بجد يعني، يعني عندهم مش عشان هُم في المرحلة دي فبيقول لك لأ، عندهم ضامنين إن هُم داخلين الجنة والحاجات دي، زي ما ناس كتير أوي أنت ممكن تقابلها: "لا، لأ، ربنا غفور رحيم." لأ، أنا باتعامل بإنسانية وبتاع، لأ، دول بقى إيه، دول بيعملوا كل حاجة، بس بيخافوا أوي، يعني ما بيضمنوه، مش ضامنين أصلًا هُم داخلين الجنة والّا لأ. بُص ربنا يقول عليهم إيه: "يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب." دول الlevel العالي، ده المستوى العالي، بُص هُم فين دلوقتي، يخشون خايفين وخايفين من سوء الحساب. يعني عملية التفكُّر اللي هُم بيمارسوها بصفة مستمرة دي، وباصين في خلق السماوات والأرض، لإن ربنا لمّا أمرهم في الآيات، أمرهم إن أنتم روحوا بُصّوا على السماوات والأرض، على الليل والنهار، على البحار، على الغابات، على الأشجار، على الحيوانات، بُصّوا وركّزوا، لإن أنت أي حاجة في الحاجات دي، أي حاجة أنت لو بصّيت على النملة أصلًا وركّزت فيها، إعجاز، إعجاز، تفاصيل، تفاصيل، يعني القدرة الإلهية عالية جدًا. فالناس دي تعمّقوا زي ما ربنا أمرهم وبصّوا على آياته في الكون، فوصلوا لحالة إن هم لأ، إحنا خايفين، لإن الموضوع مش هزار، إحنا مش جايين نلعب هنا. ف فاستشعروا العظمة بقلوبهم، ولمّا استشعروها خافوا من الله، لإن أكيد اللي عامل الإبداع ده كُلّه واحد لا شريك له، ومش عامل ده زينة يعني، هو الموضوع ده عامله عشان نتعرّف عليه ونرجع له، وهُم عارفين إن القرآن لا ريب فيه، وهو ربنا أنذرنا العذاب لو كذّبنا. فالموضوع ده خلّاهم يوصلوا لحالة من إن هم لأ، محاسبين أوي وخايفين أوي على كل حركة هم بيعملوها. بُص التربية، بُص التربية ماشية إزاي، بُص القرآن بيربّي إزاي. رابع حاجة، هم بيستخدموا القرآن لصالحهم، ده كلام ربنا، يعني القرآن ده كلام الله، موجود عندك، كلام الله محاوطك، حلو، موجود في بيتك. فطبعًا هم التفاعل بتاعهم عالي جدًا، فتلاقيهم في الآية 93 في سورة آل عمران،
الآية اللي بتقول إن هم سمعوا منادي ينادي للإيمان، صح، هم قالوا كده إحنا سمعنا، وبيأمرنا إن إحنا نؤمن بيك، فسمعنا الكلام، سمعنا وأطعنا. خُد بالك هم قالوا إيه، سمعنا مناديًا، يعني سمعنا يعني ودانهم شغّالة، يعني في عندهم أذُنٌ واعية، وربنا ذكر الأذن الواعية دي في القرآن، إن الودن دي مدخل الوعي، هو الأذن، وهُم هنا قالوا إيه، سمعنا، يعني سمع بتركيز، هو مركّز في الكلام، آآ وبيحاول يثبت لربنا إن هو بيطيعه. آآ فطبعًا الموضوع لمّا هو الوعي بتاعه تلقّى، سمع وعمل تطبيق للكلام، خلاص، وبعد ما عمل كده قال إيه، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا وتوفّنا مع الأبرار. ما أنا سمعت وأنا آمنت وملتزم أهو، وراح طالب الطلب من القرآن، سمع القرآن، سمع الرسالة، أطاع، وبعدين إيه، من القرآن راح واخد ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا وتوفّنا مع الأبرار. بيستخدم القرآن لصالحه. بيشوف الآيات اللي تنفعه وبيبدأ يرجع بيها لربنا، أوكي، ويشوف الأوامر وياخدها ويبدأ يلتزم بيها، بيستخدم القرآن لصالحه، أوكي. وبعدين تلاقي عندهم إصرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. هو عايز الوعد، هو عايز الوعد، أنا ماشي أهو، ماشي عدل، ماشي على الصراط على قد ما أقدر، فأنا عايز الوعد اللي أنت وعدته، أوكي؟ يعني عايزين كل المزايا اللي سمعوا عنها، عايزين جنة عرضها السماوات والأرض، أوكي؟ عايزين يبقوا في حماية يوم القيامة، عايزين الوعد، يعني عندهم عايزين الوعد، وعندهم ذكاء عالي جدًا في التعامل، لأن القرآن يعلمك إزاي تتعامل مع الله. إزاي يبقى في وقار كده وأنت في وقار وأنت بتكلّم ربنا، بتكلّمه إزاي؟ فربنا معلّمك الحاجات دي كلّها، إزاي تكلّمه وإزاي تتعامل معاه وإزاي تطلب منّه، أوكي؟ طبعًا ده ذكاء جدًا، يعني فعلًا عقولهم منوّرة. الحاجة الخامسة إنّهم ملتزمين، يعني عندهم التزام بأوامر ربنا، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. يعني ده أي اتفاق هو ملتزم بيه. ال وطبعًا إذا كان هو ملتزم باتفاقه مع الله، فهو أكيد ملتزم باتفاقه مع أي حد، لأن الموضوع إيمان وعمل صالح، فأنت التزامك مع الله لازم يبقى في التزام كمان في الدنيا مع الناس، ف فالناس دي بتُعتبر من أهل الثقة، يعني تلاقي الناس بتتعامل معاها وواثقة فيها جدًا، لأن ده كلمته سيف، يقول لك ده كلمته سيف. هو مش عارف، بس هو عارف إن الشخص ده بسبب التعامل بتاعه، بسبب طريقته، هو ده كلمته سيف، وده راجل يعني العهد كلمته عقد، أوكي. سادس حاجة، عندهم ميزة كده، إن هم بيعرفوا يربطوا الأمور كويس جدًا، يعني آآ بيعرف يوصل الحاجات ببعض، وده طبيعي لأن ربنا وصفهم وقال: "والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل." يعني عندهم قدرة إن هم يتعاملوا مع أوامر ربنا في الحتّة دي باقتدار، يعني الموضوع ده بالنسبة لهم في الدنيا سهل جدًا، بيعرفوا يوصّلوا الناس ببعض، بيعرفوا يوفّقوا الحاجات مع بعض، بيعرفوا يخلقوا شبكة قوية، آآ بيعرفوا يفهموا الأمور من كل أبعادها، يعني حتى لو عندهم فكرة بيعرفوا يربطوها كويس، يعني هو في أرض الواقع بيعرف يربط، في العقل بيعرف يربط، عنده القدرة دي، ودي نعمة ربنا مدّيها له، يصلون ما أمر الله به أن يوصل، فربنا بيقول لك بيعرفوا يعملوا الموضوع ده، بيعرفوا يوصلوا، أوكي. سابع حاجة، عندهم قدرة عالية على التحمُّل، ودي مهمة جدًا، آآ وعيهم عالي وفهمهم للأمور
خلّى عندهم قدرة عالية على تحمُّل الضغوط. هو بيبقى اترفع أصلًا من فوق الدنيا، هو مش عايش في الدنيا بالمفهوم اللي أنت فاهمه، هو الدنيا دي أصبحت بالنسبة له حاجة صغيّرة أوي، فهو فاهمها بطريقة مختلفة عن كل الناس، ومعظم المشاكل الكتير اللي هي مشاكل داخلية وبتضغط على النَفْس وكده، دي ما بتبقاش عند الناس دي خالص، يعني ما بيواجهوهاش بالطريقة دي، أوكي؟ فدايمًا تلاقي الناس دي آآ بتفكّر بطريقة مختلفة عن الكثير، وده بيدّي لهم القدرة العالية على التحمُّل، فتلاقي في ناس معيّنة كده تلاقي لو أنت ركّزت معاها تلاقي هو في مصيبة، بس عادي، أنت تستغرب إن هو حتى عادي. آآ فدي بتبقى قدرة، والقدرة دي طبعًا بتبقى نعمة ربنا بيدّيها لهم. آآ آآ تامن حاجة إقامة الصلاة. هم عندهم بقى التزام بالأوقات، هو عارف معنى الوقت، لأن موقوتة، فهو عارف معنى الوقت، فهو بيجري في الوقت ده ملتزم، بيُقف، بيقيم الصلاة صح، أوكي، وبيبدأ يتصل بالله، لأن هو عارف إن دي مهمة أوي، لأن هي دي الشحنة بتاعته، ال5 مرات، غير إن هو بين ال5 مرات هو في حالة صلاة مستمرة بالذكر بتاعه. فهو عارف إن ال5 محطات دول بالنسبة له مهمين جدًا للشحن، وعارف إن بينهم هو في حالة ذكر مستمر اللي هي صلاة برضه، في حالة دعاء مستمر اللي هو صلاة برضه، في حالة تدبُّر قرآن اللي هو صلاة برضه، أي حاجة أنت بتتصل فيها بالله هي صلاة، مع إقامة الصلاة، فدي حاجة من الحاجات الأساسية اللي هم ملتزمين بيها. آآ الحاجة اللي بعد كده اللي هي الإنفاق من رزق. وأنفقوا مما رزقناهم سرًا وعلانية، يعني هُم فاهمين إن هُم عايشين في فضل ربنا، كل حاجة هُم عايشين فيها هي فضل الله عليهم، عارفين إن الفلوس دي مش بتاعتهم، أمر ربنا إيه؟ إنفاق، فأصبحوا من المنفقين. آآ آخر حاجة محافظ على مستواه وما بينزلش، عنده كده آآ ثبات، ثابت، هتلاقي إيه بقى؟ ويدرؤون بالحسنة السيئة، يعني الناس دي اللي اتعاملت معاه بطريقة مش كويسة ما بينفعلش، بالعكس بيتعامل مع الإساءة بإحسان، يعني دايمًا رَد فعله إيجابي، مش عشان حاجة، هو مش فارق معاه أصلًا اللي بيحصل في الدنيا، هو بيتعامل مع ربنا، فهو بينه وبين أي حد هو حاطط ربنا، فما بيروحش في سكة لأ السيئة بالسيئة، لأ حسنة على طول، ليه؟ عشان ما ينزلش بالمستوى بتاعه. ما ينفعش تنزل بقى، ما ينفعش تبقى في المكان ده وتنزل، فييجي حد مثلًا معدّي يستفزه يروح رايح معاه، لأ ده بينتقص منه وهو اشتغل على نفسه جامد، فمش هينفع يبوّظ اللي هو وصل له. طب كل النقط اللي إحنا عدّينا عليها دي ده مجهود، الناس دي بتعمل مجهود، طب إيه بقى نتيجة المجهود ده، المجهود اللي عملوه ده كله؟ في الدنيا لو أنت من أولو الألباب في الدنيا دي حاجة هتحس بيها يوميًا، أنت هتبقى بعيد تمامًا عن الدوشة اللي الناس بتشتكي منها، بكل بقى أنواع الدوشة اللي الناس بتشتكي منها، بكل الضغوط اللي الناس بتشتكي منها، لأ، الناس دي مش ما بتشتكيش من الموضوع ده، ربنا بيحميهم. في الآخرة بقى هدية عظيمة جدًا، يعني هي حاجة طبعًا لا توصف، يعني فكرة ال 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 إن دخول الجنة وتبقى إلى جوار الله في الجنة وتبقى في مرتبة عالية ودرجة عالية في الجنة بسبب المجهود ده، تحس إن المجهود ده أصلًا أنت ما عملتش حاجة، لأ ده أنا كنت المفروض أعمل أكتر من كده بكتير. فالناس دي أصلًا عايشة mood الجنة وهي على الأرض، ف ف وحاسة بالموضوع عامل إزاي، فبيبدأوا يتحركوا كده يعني فدي نتيجة طبيعية يعني ربنا بيدّي لهم نعمة إن أنتم
هتحسّوا بالجنة وأنتم على الأرض خلاص، لإن هم هيبقوا في حماية، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وفي الآخرة يوم القيامة إن شاء الله في الجنة. ربنا يجعلنا من أولو الألباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.